السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين، اخباركم ايه؟ في الكورس ده هنبدأ بالفرق بين المانيفاكتشرنج فاكتوري والاسمبلي فاكتوريز، تمام كده؟ طبعا احنا في الجزء اللي فات شرحنا الديستريبيوشن كومبوننت كلها والكنترول كومبوننت اللي هتقابلنا سواء لو حد شغال في مجال المقاولات او شغال في البانل بيلدر اللي هي الكور بتاع الكورس ده. طيب، عشان نبدأ بداية صح لازم نعرف إن في عندنا مصانع اللوحات بتتقسم إلى جزئين، تمام كده؟ في manufacturing factories وفي assembly، تمام كده؟ طيب الاسمبلي دي اللي احنا بنسميها في السوق باسم البانل بيلدر، تمام كده؟ يعني اكيد وانت شغال في السوق بتسمع اسماء كبيره زي اي بي، شنايدر، سيمنز، وفي نفس الوقت بتلاقي في شركات محليه بتجمع اللوح بمكونات من نفس الشركات دي. السؤال هنا، هل الاتنين بيعملوا نفس الحاجه؟ طب هل اللوحه اللي طالعه من هنا هي اللي طالعه من هنا؟ الإجابة لأ، في اختلاف جوهري طبعًا حسب طبيعة الشغل والمسؤوليات. طيب بالنسبة للمصانع الأم أو اللي هي الmother company، ده المصنع اللي بيصنع المكونات نفسها، يعني هو اللي بيصمم وبينتج القاطع، بينتج الكونتاكتور، الانكلوجر، الصاج نفسه هو اللي بيعمله، نظام الباسبارز. الشركات دي بيبقى عندها زي مراكز تطوير اللي هي المسمى الوظيفي اللي هو R&D، تمام كده؟ اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت، تمام. وفي معامل اختبار، يعني القواطع دي بتختبر تحت ظروف تشغيل معينه، درجات حراره عاليه وتيارات شورت سيركت كبيره عشان يضمنوا ان هو سيف وامن انه يشتغل بنسبه 100%، تمام كده. طيب مصانع التجميع او البانل بيلدر فده غالبا هو ما بيصنعش طبعا المكونات دي كلها، هو بيشتري المكونات من الشركات دي وبيبدأ يجمعها جوه اللوحة. يعني هو ما بيشتريش، هو ما بيصنعش قاطع، تمام كده؟ ما بيصنعش كونتاكتور، ما بيصنعش الحاجات دي كلها، تمام. هو مجرد ان هو بيروح للشركات المذر كومباني يشتري منهم الانكلوجر نفسه او الصاج نفسه، تمام كده. طيب بيروح يشتري منهم القواطع ويبتدي يشتغل الشغل بتاعه وبيجمع اللوحة، تمام كده. طيب ده بالنسبة للبانل بيلدر. طب هل كل البانل بيلدر بيشتروا المكونات؟ مكونات اللوح دي هم بيشتروها سواء كانت قواطع او كونتاكتور او غيره. اما بالنسبة للانكلوجر نفسه، هنا البانل بيلدر دول ممكن في منهم بيجيب مكن ليزر وبيجيب سي ان سي وبيبتدي هو يصنع الانكلوجر الخارجي، تمام كده. بس الانكلوجر ده ما بيبقاش اسمه تايب تيست، بيبقى لوكال، تمام. يعني لوكال يعني صناعة محلية، تمام. فيبقى كده البانل بيلدر العاديين او الاسمبلي عندهم تو اوبشنز، ان هو يروح يجيب الانكلوجر نفسه او الصاج نفسه من الشركات الكبيره زي سيمنز وشنايدر واي بي بي ويبقى اسمه تايب تيستد بانل، او ان هو يعمل الصاج مع نفسه، تمام كده. يبقى الاثنين اوبشن، ان هو يجيب مكن سي ان سي وليزر ويشتغل في اللحام اللي هي العمليات بتاعه البندنج والويلدنج، ويبقى عندهم مكن بانش زي ما هنشرح في المحاضره الجايه التفاصيل دي. فده كور في مصانع بتمشي فيه، تمام كده. الكور التاني ان هو ما بيصنعش اللوحه، ما بيجيبش المكن ده، هو بياخد لايسنس تجميع من الشركات دي. بمعنى ان هو بيروح مثلا لشركه زي اي بي بي او شنايدر يقول لهم انا عايز ابقى بانل بيلدر ليكم، تمام. فالشركات دي بتبتدي تديله رود ماب او جايد بيمشي عليها، طبعا بيبقى لها ريكويرمنت معينه من مساحه مصنع، من تولز، من شهادات زي الايزو. طبعا كل شركه سواء اي بي بي او شنايدر او سيمنز بيبقى لها ريكويرمنت مختلفه غير التانيه، فهي بتدي المتطلبات بتاعتها دي للمصنع اللي عايز يبقى بانر بيلدر ليهم، وهو بيبتدي يشتغل على النقط دي ويحققها، وهم بيطلعوا له شهاده اسمها شهاده البانل بيلدر. وبيبتدي هو ياخد منهم الصاج اللي هو الانكلوجر نفسه بتاع البانل، وبيبتدي ياخد كمان المكونات ويشتغل، تمام كده. طبعا مصانع التجميع برضو هي دورها مش سهل جدا. ليه بقى؟ لان هو بيبتدي يدرس المخططات ويدرس السنجل لاين دياجرام اللي جاي له، بيختار الايكويبمنت اللي عنده، بيشوف الديزاين بتاع اللوحه، توزيع القواطع، المسافات بين البارات الرئيسيه، دوائر الكنترول الباور هو اللي بيديزاين بتاعها، وبيختبر طبعا اللوح في الاخر. لو جينا ضربنا اكزامبل بسيط كده، لو احنا عندنا في مشروع لطالب وليكن بيعمل لوحه ام دي بي، التيار بتاعها 2500 امبير، فالشركه المصنعه هتديك القواطع وتديك البار وتديك الصاج وتديك الكتالوجات
تمام كده، اديتك هي الرود ماب اللي انت هتمشي عليها. تمام كده. طيب البانل بيلدر هياخد الداتا دي، يبتدي يرسم الشوب دروينج، يعني يحدد دخول وخروج القواطع، يظبط اماكن اجهزه القياس دي في اللوحه، ويبدا يجمع الشغل بتاعه. تمام كده. طبعا في حاجه بسيطه لازم نوضحها، ان في ورش اصبحت بتجمع انها تعمل الشغل ده. يعني فاهمين وجهه نظري؟ يعني مش شرط ان هو يبقى حد بنى البيلدر عشان يبتدي يخش في مجال تصنيع اللوح، لا. في ورش ابتدت تشتغل، وطبعا بشكل كبير، ومنافستها قويه جدا في السوق، لان في منها برضو ورش بيطلع شغل كويس. تمام كده. لو جينا هنا نتكلم بقى عن النقطة اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي التايب تيستد بانل. تمام كده. يعني احنا قلنا لو المصنع نفسه راح خد اللوحة من الشركات المذر كامباني، خد الانكلوجر كامل، اللي هو انا بقول انا عايز لوحة 60 في 40 في 20 او 100 في 80 في 20، راح خدها من المذر كامباني، فهي اللوحة دي بتبقى تايب تيست. تمام كده. انما لو هو جاب السي ان سي بتاعته، وجاب التناية، وجاب مكنة الليزر، وجاب البانش اللي هو بيخرم، بعد كده جاب مكن اللحام اللي هو السي او 2، وعمل دهان الكتروستاتيك وظبط دنيته، فاللوحه دي بتبقى اسمها لوكال اسمبلي بانل. طيب اللوحه التايب تيست ايه مميزاتها؟ نقدر نقول ان ده بيبقى نظام الشركه المصنعه نفسها، زي اي بي بي او شنايدر او سيمنز، بعد ما صنعت لوحتها خدتها المعمل وعملت عليه تجارب. يعني مش مجرد حسابات على ورق ولا كده، لا، هم بيختبروا اللوحه، بيختبروا ارتفاع درجة الحرارة على اللوحة وتأثيره، تأثير الشورت سيركت، المسافات اللي هي بتحدد لي العزل، وكمان درجة الحماية اللي هي الاي بي. تمام. يعني نقدر نقول ان التايب تيستد ده مش بس شكل صاج من بره، لا، ده انكلوجر متكامل ببسبرات معينة، بطريقة تثبيت قاطع معينة، بتهوية معينة. يعني لو تخيلنا ان معانا في لوحة مثلا 4000 امبير، التيار ده وهو ماشي في النحاس بيولد طبعا حرارة كبيرة. هنا التصميم بيضمن ان الحرارة دي مش هتسيح العزل، ولا هتأثر على القواطع. ولو حصلت شورت سيركت، القوة الميكانيكية اللي بتنتج مثلا من تاني البراد أو تكسر العوازل، طبعا التايب تيست بيضمن لك إن ده مش هيحصل. تمام. ده كل دي مميزات في اللوحة التايب تيست. طيب لو جينا نتكلم من وجهة نظر اللوحة اللوكال أو الأسمبلي بانلز، هي بيبقى الكوست بتاعتها طبعا أقل، وبتبقى لوحة متجمعة، نقدر نقول بشكل محلي. يعني دي لوحة احنا بنصممها وبنجمعها على مقاس المشروع بالظبط. ممكن نستخدم صاج متصنع عادي محلي. القواطع كده كده والمكونات اتفقنا انها بتبقى من شركات مصدر كومباني، ما فيش حد بيصنع قواطع الا نوعا ما. دلوقتي في كام مصنع بيبتدي يعني يصنع قاطع باسمه، بس طبعا القواطع دي قليل جدا جدا، نادرة الاستخدام في السوق. واللي عايز يدخل قطع جديد غالبا بيروح يشوف وكلاء في الصين ويدخل القطع بتاعهم ويبقى وكيل ليه هنا. طب الكلام ده كله معناه هل ان اللوحة اللوكال دي مش كويسة؟ لا. الفكرة بس ان المسؤولية كلها بقت نقدر نقول مسؤولية المصنع اللي صمم او المهندس اللي صمم والمصنع اللي جمع. فهنا لان هو اشتغل مع نفسه حسب المسافات ومقاطع النحاس والتهوية. تمام كده. طيب بالنسبة برضو ان في نقطة بالنسبة للوحة التايب تيست، في ناس بتفكر ان هو طالما جاب مثلا مكونات من شركة زي اي بي بي او شنايدر او سيمنز وحطها جوه اللوحة، فان اللوحة دي بتبقى تايب تيست. طبعا الكلام ده غلط. تمام. احنا اتفقنا ان القواطع لوحدها مش هي النقطة اللي بتقول ان اللوحة دي تايب تيست. هو نفس القاطع، نقدر نقول ان القاطع كويس مفيش فيه اي مشكله، بس انت لو جبت القاطع ده وحطيته في لوحه غير مناسبه، ابعاد صغيره ما اديتش ليه تهويه مناسبه، هتلاقي ان القاطع بيسخن وهيفصل عند الامبير تريب اقل من المكتوب عليه، والعمر الافتراضي هيقل. طب اللوحه التايب تيست هي بتريحك، بتديك فلكسبيليتي اكتر، لان الشركه بتقول لك ركب القاطع ده في المكان ده مع البسبار ده، وهيشتغل معاك بطريقه اكيوريت او طريقه مظبوطه.
اما اللوحة المحلية فبيبقى انت معاك مرونة اللي انت تقدر تفصل اللوحة على المساحة اللي انت عايزها. يعني انت مثلا لو عندك أوضة مثلا أبعادها 4 في 4، فانت ممكن تعمل مثلا اللوح بطريقة معينة حسب مزاجك انت. انما لو انت بتعمل اللوحة التايب تيست تمام كده، فانت مقيد بمسافات خلايا معينة. طبعا المسافات دي بتبقى فيها فلكسبيليتي برضو الى حد ما، بس مش زي اللوحة اللوكال. تمام كده. طيب السؤال هنا النقطة المهم، امتى استخدم اللوحات التايب تيست او امتى اروح للوكال؟ طبعا اللي بيحكمك هنا حاجتين: الحاجة الاولى اهمية المشروع، الحاجة التانية الميزانية او الكوست اللي معاك. بمعنى انا دلوقتي لو عندي اوضة تمام كده، الاوضة دي حاطط فيها وليكن صندوق خشب تمام كده، فانا هروح اجيب للاوضه دي قفل صغير، مش هيفرق معايا نوع القفل ايه. انما لو الاوضه دي انا حاطط فيها مثلا حاطط فيها نحاس، حاطط فيها ذهب، حاطط فيها اي مكونات غاليه، فانا اروح اشتري احسن قفل واحطه للاوضه تمام كده. طيب بالنسبه للكونسبت ده، هو الكونسبت ده اللي هنستخدمه. بمعنى ان انا لو عندي مشروع كريتيكال، عندي مستشفى، عندي داتا سنتر كبيره، في مطار شغال عليه، فانا بريح نفسي وبروح للوحه التايب تيست. اما لو حاجه لوكال، مشروع عادي وليكن مول او اي حاجه بسيطه، فانا بروح عادي للوحات اللوكال، مبقاش فيها اي مشكله معايا. وفي نفس الوقت بطلب من المصنع ان هو يديني الشورت سيركت ستادي والسلكتيفيتي ستادي لو انا محتاجهم برضو حسب الابليكيشن. لان دي طبعا كل دي بتبقى كوست زياده كل ما اجي احقق حاجه معايا في اللوحه. لو جينا هنا نضرب اكزامبل بسيط، هلاقي ان هنا عندي في شركه مثلا زي شركه اي بي بي. فانا هلاقي عندي هنا ان في رينج مختلف من اللوحات. يعني احنا قلنا ان اللوحه التايب تيست هي بتديني برضو الى حد ما فرايتي في المقاسات، طبعا مش زي اللوحه التصنيع المحلي، بس هنلاقي عندنا في كذا فرايتي معينه. يعني هنلاقي اللوحه الصغيره، هنلاقي في اللوحه اللي هي مثلا لوحه البريمو او لوحه الميني سنتر تمام كده. دي بتبقى لوحات عادي فيها فيشبون، بيبقى معايا قواطع منتشرات، ممكن العمومي يبقى منتشر او العمومي بتاع اللوحه مولدد. طبعا كل الديتيلز دي هنتكلم عنها في السلايدز اللي جايه. في ممكن الاقي عندي لوح اللي هي التوزيع تمام كده، اللي هي زي الاس ار بيزك او اليونيكيت. طبعا دي بتبقى ليها ابعاد تانية. دي اللوحه اللي هي طلعنا خلاص من الجزء الكوميرشال، رحنا للجزء شويه اللي داخل في الاندستريال، هلاقي ان دي لوحه توزيع او لوحه الصب ام دي بي غالبا. انها مثلا تبقى لوحه 60 في 40 في 20 او 100 في 80 في 30 او 120، حسب الفرايتي اللي الشركه عاملاها في البرايس ليست بتاعتها. فدي برضو هنقدر نشوفها ونبص عليها. أو بعد كده في الجزء الكبير الخاص بالخلايا زي خلية البروئي الخاصة بشركة اي بي بي. طبعا كل شركة ليها المسميات بتاعتها زي ما كنا بنتكلم في الكونسيبت بتاع القواطع. يعني احنا لو هنشوف اللوحة بتاعت اي بي بي اسمها بروئي، بتاعت شنايدر اسمها الباريزما. كل لوحة دي كلها أسماء للوحات، مش هيفرق معايا الاسم لأن الكونسيبت واحد زي ما اتكلمنا قبل كده. لو جينا سريعا نلخص الكونسبت اللي هنا، اللي احنا معانا اللوح اللوكال بتدينا عادي فرايتي في المقاسات. انا مثلا لو عايز اعمل لوحة 20 في 20 هعملها، عايز اعمل لوحة 20 في 30 هعملها، طب 20 في 20 في 15، 20 في 20 في 10. طبعا ال 20 الاولى بتكلم على الطول، بعد كده العرض، بعد كده العمق تمام كده. فانا هقدر اعمل المواصفات اللي انا عايزها. بمعنى ان مبدأ اللوح خلاص واحد والاحجام والوظائف خلاص ثابته. كل حاجه بتختلف حسب نوع الابليكيشن. لو جينا هنا اللوح هلاقي برضو زي ما اتكلمنا ان اصغر حاجه عندي هنا الكونسيومر نونت الكونسيومر يونتس. دي لوحات الشقق او المكاتب، لوحات كوميرشال. دي بيبقى فيها القاطع الرئيسي ام سي بي مفيش مشكله، وساعات بيبقى مولدد، وبيبقى فيه مثلا شويه قواطع رايحه تغذي الاناره او البرايز. بلاقي ان التاير بتاعها صغير، عشان كده حجم العلبة بتاعتها بيكون صغير وبسيط،
وبرضه بيبقى داخل فيها لوح العدادات. طبعا نيجي نكبر شوية هنلاقي السب ديستريبيوشن بورد اللي هي لوحات التوزيع الفرعية زي ما اتكلمنا. دي طبعا بتاخد تغذيتها من اللوحة الرئيسية وابتدي أوزع للأدوار أو التكييفات. طبعا بيبقى عندي مساحة أكبر فبلاقي إن القواطع أكبر، وعشان كده بحتاج أجهزة قياس أو ميترنج زي الديجيتال مالتي ميتر والأجهزة اللي اتكلمت عليها في الفيديو الخاص بالأكسسوارز. تمام كده. بعد كده نكبر اكتر ونوصل للمين ديستريبيوشن او الام دي بيهات. دي طبعا بتبقى لوحه رئيسيه، واتكلمنا انها بتاخد التغذيه بتاعتها من المحول دايركت، وبيبقى فيها طبعا القواطع الرئيسيه اللي هي الاير سيركت بريكر، وبيبقى فيها البسبرات النحاس، وبيبقى فيها الشغل البروتكشن والكنترول عندي بيبقى شغل ادفانس. طبعا الشركات دي بتقسم الانكلوجر بناء على التيار، يعني كل علبة من دول ليها ماكسيموم امبير تستحمله عشان التهوية وعشان الحرارة. نوع القواطع هل هتركب نيتشر بس ولا هتركب ام سي سي بي؟ طب هو القواطع هتكون درو اوت اللي هي بتتسحب لبره ولا ولا فيكسد؟ بعد كده يخش عندي مصطلح اللي هو الفصل الداخلي او فورم اوف سيجرينيشن. في اللوحات الكبيرة بفصل القواطع، يعني أنا في اللوحة الكبيرة بفصل القواطع عن البارات النحاس عن الكابلات. كل ده بيتفصل بصلب داخلي، وده بيبتدي يعلى بالفورم بتاع اللوحة عشان أزود عندي الحماية، وده هنتكلم عنها في جزء خاص بموضوع السيبريشن. بعد كده بضمن الاي بي، يعني اللوحه جوه الغرفه، لو قلنا ان اللوحه جوه غرفه نظيفه طبعا غير لوحه موجوده في الشارع بتتعرض لمطره، بتتعرض لحراره من الشمس، يبقى الخبطات فيها معرضه اكتر، اللوحه معرضه للخبطات. طب دخول وخروج الكابلات ده، يعني الكابلات جايه منين؟ هتخش من التوب ولا البوتون؟ الكابلات دي رايحه تغذي ايه؟ كل الديتيلز دي كلها بتفرق معانا. طبعا في لوحات زي ما هنتكلم بتركب وول ماونتد، وفي لوح تانية ممكن تكون فلور ستاند، وفي ممكن لوح تترص جنب بعض. طبعا كل دي ديتيلز هنتكلم عنها وبيفرق معايا في شكل الصاج. واهم حاجه واحنا بنختار اللوح دي اللي انا بعمل الاول سايزنج للقواطع، بحسب ابعاد اللوحه وبناء عليه بروح بحسب من ابعاد القواطع. بعد رصد القواطع بحسب ابعاد اللوحه، واروح عندي للبرايس ليست بتاع الشركه موفرها لي، وبشوف اقرب مقاس ليا وبختاره. طبعا لو انا عندي مكن الليزر او هشتغل لوكال او محلي ببتدي احسب عادي ابعاد اللوحه، واروح انا اصنع لوحه تتناسب مع الريكويرمنت بتاعتي. انا مش هتفرق معايا لان انا مش مقيد بحاجه معينه. قبل ما نخش على جزء المانيفاكتشرنج بروسيس ونعرف بقى بروسيس تصنيع اللوحه بيمشي ازاي في المصانع اللوكال، لان احنا اتكلمنا في اللوح التايب تيست خلاص، اللوحه دي بتيجي جاهزه، فهنبتدي نتكلم عنها تاني من أول جزئية التجميع أو الترمينيشن، اللي أنا أعمل النحاس وتوصيل الأسلاك في اللوحة، لأن ده خلاص من أول البوينت دي هيتساوي عندي اللوحة اللوكال بالتايب تيست كشرح، لأن الشغل بتاعهم ثابت. إنما اللوحة اللوكال هيزيد معايا شغل الأسمبلي بيتم عليها إزاي. تمام كده، اللي هو شغل السي ان سي وشغل شغل السي ان سي وشغل التنايه وشغل بعد كده مكن السي او 2، وبعد كده عندي الدهان الكتروستاتيك او الباودر كوتنج. تمام كده. طبعا اللوحه التايب تيست برضه عشان نبقى فاهمين هي بتتصنع بنفس الطريقه اللي بتتصنع بيها اللوحه اللوكال، عشان دي معلومه مهمه، هي نفس السيكونس، بس الفرق ان المازر كامباني بعد ما صنعت اللوحه بتاعتها خدت اللوحه دي وودتها المعامل بره مصر، اختبرت عليها كذا اختبار وعدة اختبارات معينة، بمعنى انها تتأكد ان فعلا اللوحة دي هتتحمل درجة حرارة كذا، التهوية فيها هتبقى كذا، شكل النحاس لما يتعمل كذا بالطريقة دي يديني جودة مناسبة معايا. كل الديتيلز دي عملتها واعتمدتها من معامل، طبعا المعامل دي بتبقى بره مصر طبعا زي ديكرا وكيما وعدد كبير تاني من المعامل. طيب في نقطة مهمة، هل مثلا ممكن صاحب المصنع اللوكال اللي هو بيصنع ده يعمل لوحة تايب تيست دي؟ اه طبعا عادي جدا، بس هو لازم يختبرها في المعامل اللي بره، وطبعا الكوست بتاعتها بتبقى عالية جدا جدا جدا، فبالتالي المصانع ما بتعتمدش خلاص، ما بتروحش، لان دي عايزة راس مال كبير وعايزة
مجهود كبير، وبالتالي هو لو عمل لوحة زي كده فهو عشان يجي برضه بعد المبالغ الكبيرة اللي دفعها يجي ينافس في السوق، هيبقى بينافس عمالقة كبار في السوق، فالموضوع هيبقى صعب. هنبدأ دي نتكلم عن الريسبونسابيلتي شيرنج. دي نقدر نتكلم في الجانب الإداري، يعني احنا برضو قبل ما نخش لازم نفهم السيكونس ماشية ازاي في المصنع. لازم نعرف طريقة الشغل الأول بتيجي للمصنع ازاي، ايه الورق اللي بيتم، ايه المطلوب مننا كحد شغال برودكشن، او كحد شغال تاني ديزاين، او حد شغال تندرنج، او حد شغال سيلز. هنفهم ايه البروسيس دي ماشية ازاي. بعد ما نفهم البروسيس دي ماشيه ازاي هنكمل بعد كده في جزء البرودكشن، وهنفهم المانيفاكتشرنج بروسيس للاخر. يبقى كده عندنا الشابتر ده كده خلص. بعد كده هننقل بعديه على الشابتر التاني اللي هيبقى خاص بالديزاين. بعد كده هننقل على التندر. بعد كده هنبدأ نخش على البرامج اللي معانا. نقدر نقول بقى ان السلايد دي خلاص هي دي، نقدر نقول ان دي الشكل الاداري او الشكل الفني. هنقدر نتكلم دلوقتي عن التقسيمه بتتم ازاي. خلينا نوزع المسؤوليات كده بين اطراف المشروع. يعني اي مشروع كهرباء هو مش وان مان شو، بمعنى ان في كذا جهه، ولكل جهه واحد عارف دوره بالظبط. اول حاجه معانا الاونر بروجكت، تمام كده، او المالك، تمام كده. البروجكت اونر او المالك ده ده صاحب الفلوس، صاحب المشروع، هو اللي عنده الاحتياج، هو اللي عايز يبني المصنع او المستشفى، وهو اللي بيحدد الميزانيه اللي معاه وميعاد التسليم. بس المالك غالبا ملوش في التفاصيل الهندسيه، او كهو كتكنيكال مش قوي، تمام كده، لان ممكن المالك يكون دكتور او حد بعيد عن المجال الهندسي اصلا. فبيروح بعد كده للكونسلتنت او الاستشاري، ونقدر نقول ان ده المين البرين او العقل المدبر، ده اللي هيعمل التصميم ويحسب الاحمال ويرسم السنجل لاين ويكتب المواصفات ويحدد لك السبيكس ويستلم ويعتمد ايه الرسومات. طبعا الحاجات دي كلها بيعملها بعد ما يقعد مع المالك ويحدد الريكويرمنت بتاعته الاول، تمام كده. وطبعا الاستشاري ده اللي هيعتمد برضو الرسومات من المقاول. طيب يبقى احنا كده عندنا البروجكت اونر، اتكلمنا عن الاستشاري. بعده يجي بعد كده دور الكونتراكتور او المقاول، وده نقدر نقول اللي هو هينفذ. هو هياخد التصميم اللي عمله الاستشاري، وياخد الورق من الاستشاري وينزل ارض الواقع يشتري المعدات، ينسق مع السبلايرز او الموردين، ويبتدي يركب الشغل بتاعه. طبعا المقاول مش من حقه يغير حاجه في التصميم من دماغه. لو في مشكله بيبعت للاستشاري RFI، وده بمعنى استفسار فني، وهو اللي بينسق. الاستشاري بيبتدي ينسق مع المدني والميكانيكا ويتاكد ان الامور معاه تمام، ودي بيبقى اسمها كوردينيشن ما بينهم، تمام كده. يجي بعد كده عندنا السبلايرز او الموردين، ودول اللي بيوردوا الكابلات، المحولات، القواطع، وطبعا لازم تكون مطابقه للسبيكس اللي الاستشاري حطها. يجي هنا دور البانل بيلدر بعد كده او مصنع اللوحات، بياخد الداتا من المقاول او ممكن ياخدها دايركت من الاستشاري ويحولها للوحه. بيعمل شوب دروينج، بيختار المكونات، بيجمع ويختبر. في مشكلة كبيرة بتحصل وبتسبب كوارث، إن الاستشاري يكتب أمبير القاطع وما يكتبش مثلا مقطع الكابل، والمقاول يبعت للمصنع من غير داتا، والمصنع هيبتدي يشتغل على لوحة عامية، وتيجي الكابلات في الموقع ما تركبش على اللوحة. عشان كده بنعمل حاجة اسمها responsibility matrix، بمعنى ان كل حاجه متحدد مين مسؤول عنها، مين هيحسب الشورت سيركت، مين هيوفر السي تي، مين هيراجع ابعاد الاوضه. لان الكوميونيكيشن اللي بيتم هنا او التواصل هنا هو اللي ممكن ينجح تصميم اللوحه، واللوحه تتصنع صح جدا. يعني انت ممكن تصنع مثلا لوحه عرضها 3 متر لو انت اشتغلت من غير ديتيلز، وتتفاجئ ان باب الاوضه اصلا متر. انت فاهم قصدي؟ طب لو في تنسيق كان تم بين المصنع والاستشاري وحصل التنسيق ده، هنلاقي ان غلطه زي كده مستحيل تحصل. يبقى كبانل بيلدر لازم يراعي النقطه دي في التصميم بتاعه. لو جينا نتكلم شويه عن الانترنال بروجكت سايكل،
هنلاقي عندنا ان اللوحة مش بتدخل المصنع تتصنع على طول كده، لا دي بتمر بكذا سايكل، كل قسم بيخلص شغله ويسلم للي بعده. اول مرحلة مرحلة السيلز او الاوفرز. طبعا كل مصنع بيبقى ليه فريق مبيعات بيستقبل طلبات العميل، سواء كانت مناقصة او مقايسة او رسمة جاية او بانل سكادول زي ما هنشوف. بعد كده بيفهموا هو عايز ايه وايه الميزانية بتاعته وايه الوقت. كل ده السيلز بيكولكت الداتا دي كلها، تمام. بعد كده بيبعتها لقسم التندرنج او الدراسات، او نقدر نقول انها بيد اند بروبوزال اللي هم بيعملوا العروض. طبعا دول او الجهه دي التكنيكال ستادي بتاخد الورق ده، ونقدر نقول انها بتفصصه وتحلله، بتحدد القواطع والانظمه، وتجهز بعد كده عرضين، عرض فني وعرض تجاري اللي هو التكنيكال اوفر والكوميرشال اوفر. تمام كده. طبعا ممكن يستعينوا بحد من المكتب الفني او متخصصين الديزاين، مفيش اي مشكله. طيب بعد كده بيخش عندي ان العميل خلاص راح له العرض التكنيكال، شافه وشاف العرض الكوميرشال، وافق على السعر والبادجت مناسبه معاه. بخش على كده مرحله الاوردر او البي او امر التوريد. هنا العميل وافق خلاص، بيبتدي يعمل حاجه اسمها بي او بيبقى ببساطه عباره عن ان هو بياخد الكوميرشال اوفر مع التكنيكال اوفر وبيبتدي يبعتهم تاني للمصنع، بس بعد ما يحطهم على الورق بتاعه هو ويبعته كأمر توريد. بمعنى ان هو بيقول انا بقول للمصنع ورد لي المنتجات دي بناء على عرض الاسعار اللي انت حاططها، وبيبتدي يبعت مع امر التوريد ده ديبوزيت، لان المصنع بيشتغل في مصانع بتشتغل 25% كدفعة مقدمة، بعد كده 75 عند الاستلام، او المصنع بيشتغل 50-50، ايا كان ايه السيكونس اللي هيتم. فبيبتدي بعد كده يبعت العميل البي او مع الديبوزيت اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي. هنا بقى لما العميل يبعت امر التوريد ده بيروح للبروجكت مانجر او مدير المشروع، تمام. ده بيمسك المشروع تمام كده ويبتدي يراجعه حرف حرف، وبيراجع العقد وبيظبط الامور تمام كده. بعد كده ما البروجكت مانجر خلاص شاف المشروع واعتمد، بروح بعد كده للديزاين او الابروفالز. هنا المهندسين بتوع الديزاين او قسم المكتب الفني بيبتدي يعمل حاجه اسمها الشوب دروينج ويعمل البوم. الشوب دروينج دي هي الرسومات التنفيذيه، بمعنى هو خلاص بيشتغل على التكنيكال اوفر جايله. زي ما هنشوف شكل التكنيكال اوفر، هو بيبقى فيه قواطع بالاعداد بتاعتها، فهو بيبتدي يفك الشفرات دي وبيحولها لرسمه موضحه كل حاجه. بمعنى هو هيحط القاطع المين وليكن في اول اللوحه، هيبتدي بعد كده القاطع المين ده محتاج يتحط، وليكن لو ده قاطع اير فهو محتاج يتحط في خليه لوحده. طب القاطع ده 4000 امبير محتاج خليه 80 سنتي. طبعا الديتيلز دي كلها هنبتدي نشتغل عليها. بعد ما احط القاطع المين هيبتدي يرص القواطع الصب مين الفرعيه، بعد كده يوصل مسارات النحاس، بعد كده يطلع حاجه اسمها لي اوت. صفحه اللي اوت دي بيعملها، بعد كده بيعمل سنجل لاين، وكل ده بيتعمل على شكل بي دي اف. البي دي اف ده اسمه الشوب دروينج او الرسومات التنفيذيه، تمام كده. طب ايه هي البوم؟ هي بيل اوف ماتيريال او حصر الخامات. بيبتدي يعمل ان اللوحه دي عشان تتصنع بتحتاج 1 2 3 4، وكل المكونات دي محتاج منها عدد قد كذا 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 كذا. طيب بعد كده بنخش على مرحلة الماتيريال أو البلاننج. عندنا قسم السبلاي تشين يفتح المخازن، اللي موجود بناخده واللي مش موجود نعمل له طلبات شراء للموردين ونتابع مواعيد التسليم، تمام كده. طبعا هما بيشتغلوا على البيل اوف ماتيريال اللي طلعها المكتب الفني. المكتب الفني مطلع ان هو محتاج وليكن 4 قواطع ام سي سي بي 50 كيلو 50 كيلو الالتيميت كاباسيتي، محتاج مثلا عدد 2 كونتاكتور، ايا كان هي الاصناف بيبتدي يراجعها مع المخازن ويشوف هو محتاج يعمل ايه، وبيعمل بيه امر شراء او طلبات شراء، ويبتدي يبعت ايه للموردين. بعد كده بيخش عندي مرحلة البرودكشن بلاننج. ده بيعمل جدول زمني المشروع، امتى هنبدأ، محتاجين كام عامل،
امتى هنسلم المشروع ده الدورة بتاعته في المصنع قد كذا، فبياخد وليكن مثلا المشروع ده من شهر لشهر ونص تصنيع عشان نقدر نسلمه للعميل. بعد كده نخش على مرحلة المانيفاكتشرنج اللي هي التصنيع. طبعا بنبدأ الأول بمكنة السي ان سي. مكنة السي ان سي أو الليزر كاتنج ده بيقطع الصلب، تمام كده. بعد ما بيقطع الصلب بنخش بعد كده على التناية عشان نتني الصلب اللي احنا قطعناه. بعد كده بخش على مرحلة الويلدنج أو اللحام، ببتدي الأجزاء اللي محتاجة تتلحم بلحمها. بعد كده بدخل على الفرن أو الإلكتروستاتيك باودر، ودي مرحلة الدهان. بعد كده بخش على الترمينيشن، بجمع البسبرات بتاعتي واركب القواطع واوصل الاسلاك الكنترول والباور اللي عندي. بعد كده في عندي مرحلة الكواليتي او الجودة. طبعا مرحلة الكواليتي مش بتستنى للاخر، الجودة شغالة نقدر نقول ايد بايد، بمعنى ان هي من اول ما اللوحة بتبتدي تخش على السي ان سي، تمام كده، فاول ما تطلع بيجي جودة تستلم، بعد التناية حد بيتشيك، وهكذا هي سايكل بتسلم بعضها. بعد كده اخر حاجه مرحله التستنج والدليفري. هنا اللوحه خلصت، بختبرها اختبار بصري فيجوال، ابص على العزل، ابص على التشغيل والاوبريشن بتاع اللوحه، وده اختبار كونتينيوتي، برفع عليها كهرباء بشوف اللي شغال عندي في اللوحه. واختبار العزل طبعا اللي هو اختبار الميجر، بقيس العزل بتاع الفازات في بعضها عشان اعرف انسوليشن فولتج، ده بيبقى عن طريق جهاز الميجر. وطبعا بعد كده في اختبار الانجكشن كارنت او جهاز الحقن، ده بيبتدي يحقن تيار مناسب على البارة ويشوف البارة هل فعلا هتستحمل التيار ده ولا لا. بعد الاختبارات دي ما بتتم بنبتدي نغلف اللوحة، واللوحة بتبتدي تتشحن للعميل او العميل يجي يستلمها. طبعا لو شفنا كل البروسيس دي كلها هنلاقي ان الجوكر عندنا هنا مهندس التندرنج في نقطة ان هو لو اختار حاجة غلط التصميم هيبوظ، ولو التصميم اتأخر هنلاقي الانتاج اتعطل، ولو الخامات ما جاتش هنلاقي المصنع وقف. فنقدر نقول انها مجموعة سايكلز بتكمل بعضها. في السلايد اللي فاتت لقينا نفسنا اتكلمنا عن السايكل كلها، هنا بقى هنتكلم عن الريسبونسابيلتي من وجهة نظر التكنيكال او المسؤولية الفنية. طبعا الاقسام نقدر نقول المؤثره جوه المصنع، هنلاقي التندر، تمام كده، هنلاقي الديزاين، هنلاقي البرودكشن، هنلاقي الكواليتي، تمام كده. ولو ركزنا هنلاقي ان الاربع اقسام دول هما الكور بتاع الدبلومه دي اصلا، تمام كده. طب لو جينا بدانا بالاول بقسم التندرنج هنلاقي ان دول اللي بيمسكوا المشروع قبل ما يدخل اصلا المصنع. يعني هو قرا السبيكس، عمل التكنيكال ستادي بتاعته، بص على الاي بي، اختار الفورم المناسب، شاف الشورت سيركت ليفل، اختار المكونات وابتدى يسعرها، وعمل اهم مستند اللي هم نقدر نقول التكنيكال اوفر والكوميرشال اوفر. طبعا اول ما المشروع رسى علينا بننتقل بعد كده لقسم الانجينيرنج او الديزاين، ودول خدوا العرض المبدئي يحولوه لشوب دروينج تفصيليه زي ما اتكلمنا. حدد مسار النحاس، حدد دخول الكابلات، لان ممكن يبقى عندي باس واي، فانا كده هبقى دخول الكابلات عندي من فوق، فبحتاج اعمل طريقه معينه غير لما يكون دخول الكابل عندي دخول كابلات فبعمل حاجه تانيه من تحت. دول هم بيعملوا الستاديز زي الشورت سيركت ستادي، بيعملوا السلكتيفيتي ستادي، لان هنا المهندس اللي ماسك الديزاين هو مش مجرد حد بيرسم وخلاص، وهو برضو لازم يتخيل اللوحة وهي بتتركب، ويركز في كونسبت مهم جدا جدا جدا. هل العامل وهو بيمد ايده يربط الكابل ولا المكان ضيق مش مناسب؟ لازم يتأكد من النقطة دي كويسة. ولان اللوحة اللي بيميز لوحة عن التانية بتبقى طريقة الديزاين بتاعها وسهولة التصميم وسهولة الترمينيشن للعامل في الموقع هو بيوصل اللوحة. بعد كده الورق ده خلص، الشوب دروينج نزل لقسم البرودكشن او الانتاج. هنا العمال والفنيين بياخدوا رسومات ويبداوا التنفيذ. هنا الفني طبعا بينفذ الرسمه بنفس الموجود عنده. لقى طيب ان في قطع مش راكب، لقى ان في مشكله في حاجه معينه، بيرجع للمهندس. يعني ما ينفعش يغير حاجه او يغير حاجه من مكانها الا لما يرجع
مهندس، لان ده ممكن يغير مسار كابلات، ممكن يبوظ مواصفة كانت معمولة في اللوحة. تمام كده. طبعا مع قسم الديزاين هو برضو في جزء تاني نفس القصة تكنيكال اوفيس، بس دول بيبقوا خاصين بجزء الميكانيكا، لان المكن الليزر بينزل له برضو نقدر نقول دي اكس اف، ودي بتطلع من برنامج السوليد، بتروح دايركت على مكنة الليزر عشان المكنة تبقى عارفة هي هتقطع ايه على الصاج بطريقة معينة. وبرضو في نفس الديزاين بنلاقي برضو نفس مهندسين الميكانيكا بيبعتوا حاجة تانية اسمها شوب دروينج. تمام كده، او دروينج شيت، ده بيبقى رايح فيه التنايات بتاعة الصاج عشان الصاج يطلع بالشكل المعين ده. دول برضو بيبقوا موجودين مع التكنيكال اوفيس. تمام كده. نخش بعد كده على قسم الكواليتي اللي هي الجودة. طبعا دول بيتأكدوا ان الحاجة اتنفذت طبقا للرسم والمواصفة. بيبتدوا يفحصوا الخامات قبل الشغل اصلا، يعني الخامات وهي جايه من السبلايرز هم بيستلموها، بيراجعوا تجميع النحاس، يشوفوا العزل ده اثناء الشغل، وفي الاخر بيعملوا الروتين تيست. طبعا الجودة او الكواليتي هي مسؤولية لكل اللي شغالين، من اول التندرنج او السيلز كمان لغاية اخر حد في المصنع. طبعا في مرحلة مهمة جدا وهي الابروفلز او الاعتمادات. المرحلة بقى اللي بنبتدي نحول فيها الورق المبدئي ده لتصميم نهائي معتمد، نقدر نقول ان هو واخد ختم المصنع عشان ننزل نصنع. الموضوع بيبدأ بالداتا اللي جايه من العميل، الاس ال دي، البانل سكادول او اللود سكادول اللي هو باعتها او باعت مقايسة. تمام كده. قسم الكوتيشن بعمل العرض الفني اللي هو فيه التكنيكال ستادي والمهندسين التندر، عمل العرض الكوميرشال مع الفني، لان ده اللي بيروح للعميل بالظبط. خدنا بعد كده امر التوريد، يلا يا هندسه ارسم الشوب دروينج، ده كده جزء. بعد كده السنجل لاين بيبين القاطع الرئيسي، بيبين البهارات، بيبين الخروج كله. طبعا في الجنرال ارينجمنت او الواجهه الخارجيه، شكل اللوحه من بره، الابواب، العدادات اللي عليها. في الانترنال لي اوت، التوزيع من جوه، فين البارات، فين مسار الكابلات. بعد كده الكنترول دايجرام او تشغيل اي تي اس، لو عندنا بنرسم الكنترول بتاعها زي ما الفني هيوصله تحت. بجانب الرسم ده كله، دي كلها اجزاء بتبقى موجوده جوه الشوب دروينج. تمام كده. بعمل معايا الاثنين استادي المهمين اللي هم السلكتيفيتي ستادي والشورت سيركت ستادي، عشان اضمن لو حصل عندي ان في قفله او فولت في دايره فرعيه، القاطع الفرعي بس اللي يفصل، مش القاطع الرئيسي هو اللي يفصل ويوقف المبنى كله. وطبعا الشورت سيركت ستادي مهم عشان اتاكد ان المعدات هتستحمل تيار الشورت ده. وبطلع زي ما اتكلمنا حصر الخامات او البوم او البيل اوف ماتيريال. طبعا بنقدم الباكج دي كلها للاستشاري بعد ما بخلص الشوب دروينج والديتيلز دي كلها، وبقدمها للاستشاري. ممكن الاستشاري يعتمد على طول، ممكن يدينا عليها كومنتس، يعني عدل القاطع ده، انا محتاج القاطع ده نوع تاني، ممكن يقول لي كبر لي المساحه عشان الكابل. المهندس طبعا بياخد التعليقات دي كلها وبيعمل بيها ريفيجن او نسخه جديده برقم وتاريخ. وهنا لازم نفهم نقطه معينه، ان هي الدوكيمنت كنترول. تخيل مثلا الانتاج شغالين على ريفيجن 0 واللي استشاري اعتمد ريفيجن 1 اللي فيه التغييرات اللي حصلت. طبعا ده هتبقى غلطة وهتكلفنا نقدر نقول انها ريورك او اعادة ان احنا نعمل الشغل، وكده في فلوس اترمت على الارض. فلازم قبل ما المصنع يبتدي يشتغل يتأكد من الرسومات اللي هو بعتها وخد الاعتماد عليها، يعني ما اشتغلش على اي رسومات غير معتمدة. دي البلاننج ستيج، خلصنا الرسومات واعتمدناها، ندخل بقى على المايسترو او مرحله البناء بالبلاننج. تمام كده. طبعا انت لو معاك احسن تصميم بس التخطيط عندك ضايع، المشروع كده لبس في الحيط. لان التخطيط بينقسم لجزئين: تخطيط الخامات اللي هو الماتيريالز، وتخطيط الانتاج او البرودكشن. تمام كده. يعني الناس كتير بتسمع عن مصطلح اللي هو البلاننج انجينير او مهندس التخطيط. تمام كده. فتعالى نتكلم بشكل ديب اكتر عن الرولز دي. اول حاجه الماتيريال بلاننج دي، بنجيب البوم او البيل اوف ماتيريال المعتمده خلاص،
ونطبقها مع اللي في المخزن. اللي ناقص بنعمل له طلب شراء، وهنا هتظهر كلمة السر الليد تايم أو وقت التوريد. يعني في لمبة أو سلك ممكن يجي في يومين، بس في قاطع هوائي اير سيركت بريكر أو ريلي سبيسيفيك في حاجة معينة، ده ممكن ياخد شهور. لو بتاع التخطيط ما طلبش اللونج ليد ايتم دي من بدري، المشروع كله هيقف على حتة صغيرة. ولو الموديل مش موجود عندي، بشوف بديل فني مناسب واستأذن العميل او برجع للعميل. ويا ريت الحاجات دي تبقى دوكيومنتد او متوثقه، عشان فيما بعد لما يجي العميل يقول لي انت غيرت دي ليه، فاقول له انا غيرتها بناء على كذا، وده اللي يثبت معايا. تاني حاجه البرودكشن بلاننج. عندنا خطوط الانتاج وعندنا مشاريع كتير، مين بيشتغل قبل مين؟ طب التخطيط بيحدد الاولويات بناء على مواعيد التسليم وجاهزيه الخامات اللي عنده. يعني ما ينفعش احجز خط انتاج مشروع خاماته لسه ما جاتش، او عطل مشروع تاني اصلا جاهز. طبعا الراجل بتاع التخطيط بياخد كل المعطيات دي، الرسومات اللي هتتصنع والخامات وتواريخ التسليم، وبيطلع بخطة عمل المصنع بيشتغل عليها. طبعا بيخطط للاختبارات والشحن والدليفري لو في لوح هتتشحن، وهل اللوحة هتتشحن حتة واحدة ولا اللوح هتتقسم أجزاء، لأن في لوح بتبقى في صناديق خشب عشان هتسافر بره. وفي لوح زي الام دي بيهات. طبعا الام دي بي بتبقى كبيره، في مش كمصطلح ام دي بي، بس نقدر نقول انها بتبقى مش اغلبها طبعا، بس في لوح بتبقى كبيره، بمعنى ان انا عندي لوحه 10 متر 15 متر. طبعا هي متقسمه خلايا، متقسمه سكاشن. ال 10 متر مش كلهم حته واحده، لا بتبقى اقصى خليه غالبا في العرض مثلا متر، وجنبها شوف بقى عدد 9 خلايا ولا 10 خلايا بالحجم ده، هتجمعهم جنب بعض ازاي. طبعا التخطيط الصح هو اللي نقدر نقول هو بيحول المشروع وهو اللي بينجحه. نيجي بعد كده للمانيفاكتشرنج بروسيس او مرحله التصنيع. طبعا السلايد دي بتلخص الرحله من اول الصاج لحد ما اللوحه تطلع متغلفه. الانتاج بيبدا بمراجعه خلاص اخر رسومات معتمده، بعدين ندخل على اول خطوه تجهيز الانكلوجر نفسه. لو بنصنع الصاج بنبتدي نقص ونتني ونلحم وندهن ونتاكد ان الابعاد والفتحات زي الرسم بالظبط. بركب البسبرات اللي عندي، نقدر نقول ده الشريان اصلا بتاع اللوحه. النحاس طبعا بيتقص وبيتخرم ويتني باكيوريت معينه، ولازم اماكن الربط تكون نظيفه ومربوطه بعزم ومفتاح عزم معين عشان ما تسخنش بعد كده. تركيب المكونات، ببتدي اركب القواطع الكونتاكتورز العدادات اللي عندي في المكان المناسب، واتاكد من صيانتها وانها شغاله، واتاكد ان اصلا طريقه التركيب تسمح لي بسهوله الصيانه فيما بعد وسهوله التشغيل. الوايرنج بعد كده بوصل خلاص دوائر الباور والكنترول، كل سلكه طبعا بيكون عليها الرقم بتاعها او الليبل بتاعها، وتكون مربوطه كويسه جوه المجاري بتاعتها او اللي بيتسمى الدكت. وطبعا لازم الدكت يبقى شكلها نظيف ومترتب مش عشوائي. طبعا اثناء ده كله زي ما اتكلمنا الجوده بتشيك على اللي خلصناه، واللي خلص بيبتدي يخش تيستنج. طبعا في فيجوال انسبكشن، ده ان احنا بنبص بعينينا في حاجه مكسوره، في سلك سايب، في مشكله في الدهان معينه. طبعا بعد كده في التورك بنراجع على الشد المسامير. طبعا بيبقى فيه انسوليشن ريزيستنس، ده بيبقى جهاز الميجر عشان اتاكد ان مفيش تلامس او تسريب بين الفازات. بعد كده الكونتينيوتي، بختبر الكهرباء في اللوحة واختبر مسار الأرضي. بعد كده في الفانكشنال تيست، بندي اللوحة بقى كهرباء عشان اختبر الكنترول، واجرب واشغل البوش بوتون بايدي اشوف الريليهات بتلقط ولا لا، ولو في انترلوكس موجودة ولا لا. طبعا السلايد دي هي الخلاصة اللي بتميز المهندس المحترف عن أي حد تاني. البروجكت داتا بروسيسنج، وازاي بنعالج بيانات المشروع. أي مشروع بيبدأ بالانبوت داتا، دي بيانات داخلة زي مواصفة جاي لي سنجل لاين، جاي لي لود سكادوال، بان سكادوال، جاي لي رسومات معماري للغرف بتاعة الكهرباء، بيبقى جاي لي مقايسة بي او كيو. المشكلة إن الداتا دي عمرها ما بتيجي كامله، يعني ساعات بيبقى فيه برضو تضارب. ساعات الناس بيقولوا القاطع مثلا 800 امبير، وتلاقي ان مكتوب في المقايسه 630 امبير، لان المواصفه طالبه اي بي 54 والرسم كاتب اي بي 42. طبعا الصح اللي انت ما تهبطش ولا هتخمن،
لا، انت بتبتدي تجمع الداتا وتعمل كروس تشيكنج، يعني تطابقهم ببعض، ولو لقيت تعارض بتبعت RFI للاستشاري او للعميل اللي طالب اللوحه. بعدين بتبدا تمسك الريفرنس، تمام كده، وتشوف في الريفرنس دي كتالوجات الموردين، الاكواد، ارشادات الشركه المصنعه او الجايد لاين، زي لو انت شغال على بانل بيلدر ABB هتشوف ABB، لو شنايدر هتشوف شنايدر، وتبدا تعالج البروسيس دي كلها. طبعا النتيجة دي بتطلع معاك في شكل اوتبوت داتا او المخرجات، ودي بتبقى رسومات التشغيل اللي هي الشوب دروينج، بتبقى حصر الخامات بروف ماتيريال، بتبقى دراسات شورت سيركت وسلكتيفيتي، وبتبقى هيت ديسيبيشن، تعرف حسابات التشتت بتاعة الحرارة. طبعا لازم كل المخرجات دي تكون نقدر نقول بطريقة انها بتجمع بعضها، يعني ما ينفعش الرسم فيه قاطع والبروف ماتيريال فيها قاطع تاني. وخلي بالي طبعا من الاكواد بتاعة القواطع اللي هي الريفرنسز بتاعتها، واشوف كل قاطع يكون مطابق للكود بتاعه اللي موجود في الليسته، بحيث لما اجي اطلب القواطع دي بعد كده. وعشان كده دور الديزاين ريفيو والتطابق ده مهم جدا، واي تغيير بيطلبه العميل في النص لازم يتوثق زي ما قلت بشكل رسمي. مفيش حاجه اسمها تعديل بالبق كده، عشان بعدين هننسى مين اللي قال ايه، وبتحصل مشاكل كبيره في النقطه دي. طبعا الموضوع بيبقى ماشي سكيماتكس، انا عندي داتا دخلتها صح، عالجتها بمهاره هندسيه معينه، طلعت منتج عالي جدا، وكده السايكل خلص. بمعنى ان احنا خلصنا خلاص لفة كاملة جوه المصنع، من اول ما المشروع كان فكرة على ورق لحد ما بقي منتج نقدر نقول اللي هو متقفل ومختبر، ويبقى احنا كده طلعنا منتج بدقة عالية. هنبدأ بقى في الفيديو الجاي نمسك المانيفاكتشرنج بروسيس ونتكلم على العمليات، وهنبدأ الأول بفيديو عملي بيوضح العمليات دي على مكنة CNC.